جاء أحد الإخوة الكرام وهو أعتقد موجود معنا الليلة الحاج رضوان، وقال بأن هناك مسابقة القرآن الكريم، وكان قد سعى هو وبعض الإخوان دون علم السفارة ولا القنصلية ولا بأي ترتيب سابق بمجهود ذاتي خاص، نسقوا مع الإخوة في جائزة القرآن وأدخلوا أحد الشباب الليبيين من حفظة القرآن في المسابقة، وحرصوا على إحضار العلم الليبي وقاموا بجميع التجهيزات. جاءونا في السفارة وقالوا ما نريد منكم إلا الحضور. فالحمد لله رب أكرمنا، كان الشيخ الغزالي قد حضر إلى البلاد، فمن الله علينا بالرحلة معا، وبارك الله في سيد الشيخ تلا أيضا ما تيسر من القرآن في المسابقة، فإذا بالشاب الليبي يربح الجائزة الأولى. في بطولة أفريقيا والتأهيل يعني ما كان أحد يظن أنه سيتم التأهيل، خاصة ظروف صعبة. الشباب في منهم من كان في الجبهة وقد أتى من الجبهة، وفيهم من كان يعتني بالإمداد، ومنهم من كانت أسرته تحت الحصار وتحت التهديد. يعني ظروف صعبة جدا، ما كان يعقل أحد أن يتأهل أصلا الفريق. والحمد لله المنتخب الآن مش بس متأهل، عندي يقين بتاع درويش مش يقين، أي من المنتخب إن شاء الله سينتصر.